انا مش وش قتل اصلا يا ريس. انت ما قتلتش ساره اللي هي مراتك مش فاكر اي حاجه والله يا ريس. وابنك وبنتك منى واسلام؟ والله العظيم ما فاكر. في حد يقتل ضناه؟ معلش ايه، والله العظيم اقول الحق. انا كنت في القهوه فعلا، كنت بسمع الماتش تمام، فواحد ادانا حبايه اللي هي كذاب. حبايه اللي هي الفراجه دي. لا لا ما تتكلميش. انت يمين انت؟ والدة مين؟ المجمع ده. ها؟ والدة المجمع دي. ده متوفى الله يرحمه. لو سمحت حبايه من اللي هي ايه ده حضرتك هيجي ويهدي كده، ايه ده عشان لو المحكمة. حبايه من اللي هي الفجره اللي هي البيضه دي يا ريس. سيبه يتكلم زي ما هو عايز، يتكلم زي ما هو عايز، محدش يتكلم لو سمحت. حد يقطع عايز تقول لي ايه؟ كنت بسمع الماتش في القهوه، فواحد ادانا حبايه فجره من اللي هي البيضه دي تمام، فانا لما خدتها وانا مروح هم كانت رنت عليه وقلت له حاضر جه اهو، ما كنتش قلت عارف. لك يا بهاء ايه اللي حصل؟ حتى انا مش فاكر اي حاجه مش اصلا. هذا الكلام ليه؟ مش فاكر اي حاجه والله يا ريس. والسؤال بس قبل ما ابدا يعني وقبل ما اسمعك، لان انا ما عملتش كده اصلا يا ريس. يعني أنا واحد ما غلبان قتلتش أصلاً. لا مراتك ولا ابنك ولا بنتك؟ مش فاكر اي حاجه اصلا يا ريس، والله اصلا انا غلبان. هقتل ليه؟ يعني ايه غلبان؟ هو الغلب ده علاقته هو بالاكل؟ مش القصد هقتل يا ليه؟ بهاء. انا هقتل ليه؟ الغلب مالوش علاقه بالاكل. والله العظيم ما اقتل. انا مش وش قتل اصلا يا يعني انت ريس. ما قتلتش ساره اللي هي مراتك مش فاكر اي حاجه والله يا ريس. وابنك وبنتك منى واسلام؟ والله العظيم ما فاكر. في حد يقتل ضناه؟ ها؟ في حد يقتل ضناه؟ يعني ده انا أنت مثلاً بتقطع كنت بسببهم كل يوم والله يا كنت في ريس. وعيك يعني؟ ها؟ ما كنتش في وعيك؟ مش كنت في فاير بس اصلا. انت اعترفت بالتفصيل في النيابه، بس انا واعترفت بالتفصيل هقول لك- قدام محكمه اول درجه اللي حكمت أنا كنت مخنوق من نفسي يا ولبستك ريس. البدله الحمراء دي. معلش انت يا- اعترفت بكامل ارادتك ماشي يا ريس. في تحقيقات. أنا وقعت أصلاً في الشقة يا محكمة ريس. اول درجه يا اللي ريس. حكمت عليك يا ريس انا وقعت في الشقه اصلا مش الجلسه فاكر. اللي فاتت وانت قدامي هنا ماشي. كتبت سيره الكلام ده. ما هم جت لما جت قالت لي مش انت كنت جيت قلت لي يعني والدتك هي اللي فكرتك يعني؟ اه هي اللي فكرتني.